الفطير مشلتت بأسهل طريقة للفرد والتوريق وكمان التسوية، وإن شاء الله هيعجبكم جدا. هنجيب كيلو دقيق نحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح، هننزل مية بالتدريج ونفضل نعجن لحد ما تتكون معانا عجينة لينة ما بتلزقش في الإيد، ما بنحطلهاش أي مواد رافعة ولا أي روايح. أهم حاجة نعجنها كويس جدا ونسيبها ترتاح نص ساعة على جنب. بعد النص ساعة هنجيب العجينة هنقطعها على أي حاجة مدهونة زيت، الحجم بقى اللي انت عايزاه كبير صغير براحتك خالص. هنسيبها ترتاح كمان 10 دقايق. بعد العشر دقايق هنسيح السمنة اللي هنستخدمها للفطير. عايزه تخلطي زيت على سمنه مفيش مشكله، عايزه تضيفي للسمنه قشطه برده مفيش مشكله. هنسيح السمنه. هنجيب بقى اول كوره بدأنا بيها، هنحط شويه سمنه على الرخامه بتاعتنا ونفرد الفطيره بسمك رقيق جدا على قد ما تقدري، وندهن سمنه. وبعدين نفضل نطبق كل تطبيقه هندهن سمنه لحد ما نعمل كوره كده في الاخر، ونسيبها ترتاح كمان 5 دقايق. بعد كده هنجيب الصينيه نحط فيها سمنه وفريزي بقى الفطيره بتاعتك، دخليها فرن سخن على اعلى درجه حراره. واول ما تاخد لون من تحت يا اما تقلبيها يا اما تشغلي الشوايه لحد ما تاخد لون من ناحيه